يعتقد البعض أن قشور البرتقال عديمة الفائدة، لكن الله عز وجل لم يخلق أي شيء من دون فائدة. إذا كنتم لا تعرفون قيمتها فعليكم مشاهدة فيديو وصفات من قشور البرتقال الذي قدمناه على القناة، ولاقى استحسانا كبيرا من متابعينا الكرام. تجدون رابط وصفات قشر البرتقال في آخر هذا الفيديو. أما الآن فتعالوا نتعرف على طريقة بسيطة لعمل نكهة طبيعية بسيطة ورائعة من قشر البرتقال لتنسيم الحلويات والكيك. تصلح أيضا لوضعها على السلطة لسد الشهية وإنقاص الوزن. لتحضير نكهة البرتقال نحتاج إلى قشور البرتقال، نغسلها جيدا ونحاول إزالة أكبر قدر ممكن من اللب الأبيض الداخلي للقشرة. بعد ذلك يسخن الفرن جيدا ثم نطفيه وتوضع داخله قشور البرتقال حتى تجف وتختفي منها الرطوبة. تكرر العملية إذا لزم الأمر حتى تجف القشور تماما وتصبح صلبة، ثم تطحن في مطحنة القهوة حتى تصبح بودرة، وتغربل حتى نزيل أي قطع صغيرة وتبقى فقط بودرة ناعمة. احتفظي بها في علبة وأضيفيها كنكهة للحلويات والكيك وتمتعي بنكهة برتقال رائعة. يمكن أيضا اتباع نفس الطريقة مع قشر الليمون. نأمل حقا أن يكون هذا الفيديو قد أفادك. لا تنسى مشاركته مع أصدقائك